خلينا نتكلم النهاردة عن يوم استشاري جودة الكواليتي كونسلتنت او اكشلي معظم الناس بتشتغل في الكواليتي. يمكن ناس كتيرة مش عارفة يعني عندها كواليتي في الشركة بس مش عارفين يومه بيمشي ازاي، وحاجات شبه الكواليتي والسيفتي وكده. في ناس كتيرة بتبقى الراجل ده مشتغلش، ده بص الناس دي جاية تدينا كده فايندنجز وتشغلنا وتقول كلمتين وتمشي، فمعرفوش اليوم ممكن يبقى ماشي ازاي. طب انا هقول لكم اليوم مفروض يبقى ماشي ازاي. مبدئيا كده المفروض نمشي كده صباح الخير، نصحى الصبح نعمل حاجه اسمها جامبا ووك. هتقولي ايه الجامبا ووك دي؟ الجامبا ووك دي ان انا امشي في الاريا بتاعه البرودكشن وفي الاريا بتاعه الاستورج واشوف، وانا كده انا والتيم، وابص ايه 10 دقايق بالكتير. لو لقيت حاجه اون جراوند انا شايفها غلط اقوم مصلحها على طول. لو لقيت حد بيعمل براكتس غلط اديله كده تريننج في السريع. حلو. بعد كده اروح بقى اقعد واشوف الداشبوردز بتاعتي والاكسل شيتس. طبعا انا هيبقى مثلا لو انا كيو سي تحتيه اناليست هم اللي بيدوني الداتا فور اكزامبل، فهشوف كده والله انا ككواليتي كنترول النهارده عندي زون A وبي وسي. زون A طلع منها المفروض ان في 20 مثلا برودكت طلعوا، وانا اوريدي كان عليا ان انا اعمل سامبلنج منهم 10، اوريدي عملت 10. المهم ابقى متاكد انه الداشبورد بتاعتي سليمه، ما فيهاش ديفكتس طالعه غريبه في النص، ارقام طالعه غريبه، انالايزر بيشوف حاجات غريبه انا مش عارفها، او الارقام طالعه مثلا كلها قليله قوي او كلها عاليه قوي. يعني بشوف ان حاجات تبقى كده ان سبكت، مفيش حاجه اوت اوف سبكت. دي تاني حاجه مهمه جدا. طيب تالت حاجه بعملها في يومي حاجه شويه تبع الكيو اي، وهي يعني الكومبلاينس. احنا كبتوع جوا بنقول تقفيله الاوديت. بشوف كده الاوديت بتاعتي الانترنال اللي انا عملتها، انا مطلع دلوقتي فايندنجز، ويا جماعه انا محتاجكم انك تعملوا كتابه عشان تقفلوا الفايندنجز دي. محتاج انك تعملوا كوركشن وكوركتيف اكشن، ومحتاجه انك تعملوا لي بلان، والبلان دي بتايم، والتايم دي وقت التايم ده يتقفل عليه and so on and so on. ايه اللي بيحصل؟ هقعد بقى راجع كل يوم. مثلا هيبقى مثلا عامله انا الارم، انا عندي السنه كلها مثلا هراجع على 22 مصنع مثلا، او فانكشن 10 فانكشنز. انا بعمل الاوديتس، بعمل اوديت بلان بتاعت السنه، بعمل الاوديتس على مدار السنه، وفي نفس الوقت على مدار السنه بتابع ان الاوديت بلانز دي اتقفلت في الميعاد المناسب اللي اتقال عليه، وان الفايندنجز دي تمام، وان الفيريفيكيشنز بتاعت الفايندنج دي كمان اكسبتبل. طيب بعد كده عملت كده، بعدين اعمل ايه؟ يستحسن اخر اليوم كده حاجه بسيطه اني انا اعمل ميتنج كل اسبوع مع الهيدز، اوريهم وصلنا لفين في كل حاجه، وصلنا لفين في كيو اي، وصلنا لفين في كيو سي، كوست اوف بروبر هاندلنج للكواليتي، كوست اوف باد كواليتي، كوست اوف جود كواليتي وصل لحد فين اند سو اون. اعمل لهم كده ريفرش، لانه بير ان مايند انه لو ما كانش المانجرز او الابر مانجمنت في ظهرك صدقني مفيش حاجه هتحصل، مفيش حاجه هتكمل، مفيش حاجه هتخلص. اوكي. طيب اخر حاجه ممكن اعملها لو اليوم قضى بتاعي او ابريبيرت، ممكن مثلا once or twice a week ان انا اعمل awareness sessions عن حاجات صغنططه موجوده عندي. طبعا ده بيبان من الداشبورد اللي انا قلت لكم عليه في الاول، ايه هي الحاجات التفاكس، ايه الحاجات الناس المعموله، الانسيز معظمها طالعه على ايه يا ترى. فبالتالي انا ممكن اعمل مثلا تريننج صغيره once or 2 weeks، او مثلا ممكن one per once بس يبقى تريننج كبير. او فور اكزامبل لو انا مثلا هاخد اخده ليد اوديتور في حاجه، فاجي ممكن ادرب الناس اللي تحتيه انهم يبقوا معايا في التيم بتاع الاوديتنج، بحيث ان هم يشوفوا التو هاتس، البس الهات بتاع الاوديتور والبس الهات بتاع الاوديتين. ده هيفهمهم اكتر عمليه الاوديت بتمشي ازاي واستفاد منها ازاي. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو تاني. ما تنسوش بليز انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو على منصة تانية بليز اعملوا كل الاشعارات اللي من الجنب دي، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.